في 4 اخطاء بتعملها بعد ما تخلص كورس الفويس اوفر. 1، انك بتكون اعتمدت على الكورس بس وقاعد مستني العميل يجيلك بنفسه. 2، انك تشتت نفسك بكورسات تانية، ممكن الكورسات دي تكون محتاجها فعلا للفويس اوفر، ولكن الاول اشتغل بالفويس اوفر، خليه يجيب لك فلوس، والفلوس دي خد بيها كورسات تانية. 3، عدم مواجهة نفسك بمستواك. بلاحظ ان في ناس بعد الكورس بتتكبر انها تكمل تدريب، وبيحسبوا مستواهم بالوقت اللي خدوه مش بكمية التدريبات اللي هم أدوها بنفسهم. وهنا خليني أقولك كلمتين بجد. الكورس فيه جهتين بيكملوا بعض، جهتي أنا إني أدربك وأوجهك وأديك كل اللي عندي، الجهة التانية أنت بنفسك، تدريبك، التزامك، شغفك، الفترة اللي تحبط فيها وتكتئب وترجع تاني، تصبر على النتيجة. في بداية رحلتي الشخصية مع الفويس اوفر جت فترة وحسيت بإحباط، ودلوقتي بحمد ربنا اني موقفتش، بقيت شغالة فول تايم فويس اوفر. في فترة قصيرة ضربت اكتر من 200 متدرب ولسه مكملين، مش مضطرة الف بالسي في بتاعي على شركات. انا زيك بالظبط، عدت عليا فترة الدنيا سودت في وشي واكتئبت وعيطت، بس ربنا لما بيزرع في قلبك حب لحاجة معينة بيبقى علشان هتوصل لها. بالنسبة للفويس اوفر، مجال يستاهل التعب من كل النواحي لو انت شغوف بيه، وبالنسبة لأي مجال تاني لو عندك الشغف بيه ما تسيبهوش.